يعني إيه حمل حرج؟ وإيه هي أسبابه؟ ويا ترى في خطورة لو حصل حمل وإنتي لسه ما كملتيش سنة من الولادة؟ هجاوبك على كل أسئلتك، بس الأول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. أبليكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي أبليكيشن الداية دلوقتي. الحمل الحرج يا حبايبي هو الحمل اللي بيسبب مشاكل للأم والجنين، وعلشان كده الدكتور والفريق الطبي بيكونوا متابعينك باستمرار فوق العادي عشان يحافظوا عليكي وعلى الجنين خلال فترة الحمل. طب ايه هي أسبابه؟ إن سن الأم بيكون فوق 35، ده غير بقى لو في سكر وضغط دم وأمراض قلب واضطرابات المناعة الذاتية أو حالات الحمل المتعددة، وكمان الستات اللي بيحملوا في توأم أو أكتر، وكمان لو عندك مضاعفات من الحمل اللي قبله زي الولادة المبكرة وولادة جنين ميت لا قدر الله أو تسمم حمل، وكمان لو انت عندك فيروس نقص المناعة البشرية أو فيروس بي، ده غير بقى لو أسلوب حياتك غلط. يعني إيه أسلوب حياتك غلط؟ يعني بتدخني وبتشربي كحول وممكن بتاخدي مواد مخدرة. علشان كده يا بنتي بقولك ما تدخليش نفسك في القصة دي، لازم تغيري نمط حياتك، تبعدي عن التدخين والأكلات المضرة. وقبل ما أختم الحلقة عاوزة أقولك إن من الأفضل إن ما يحصلش حمل وإنتي لسه والدة وتقولي لي أجيبهم ورا بعض ويكبروا مع بعض. هو إنتي يا بنتي هيبقى فيكي نفس ولا حيل تربي وتكبري؟ لازم جسمك يا بنتي يتعافى بعد الولادة ويستعيد قوته والعناصر الغذائية بتاعته، وتكوني كده بصحة حلوة إنتي وطفلك، وكمان تقدري تستمتعي بيه. وبكده تكون خلصت حلقتنا. يلا ابعتولي رسايلكم على صفحة البرنامج وانا هرد عليكم على طول. هتوحشوني يا حبايبي للحلقة اللي جاية من برنامجكم الداية. ابليكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي أبليكيشن الداية دلوقتي.